بحب قوي الإدارة اللي ما تكبرش، الإدارة اللي ما تستكبرش على جمهورها، الإدارة اللي ما تحاولش ان هي تكسب عداوة بينها وبين جماهيرهم. وهو ده من اهم اسباب نجاح إدارة الزمالك الحالية، او تقبل الناس لكل شيء يحدث من إدارة الزمالك الحالية. وتعليق مهم جدا، وكل ما هو حصري في قصة جوميز ومحمد المدني وماذا دار في هذا الملف في موضوع المترجم بتاع نادي الزمالك، وكل التفاصيل اللي حضرتك محتاج تسمعها والحقيقة الكاملة تسمعها في الفيديو ده. وايضا تعرف على ثورة كده عاملها كابتن حسام حسن مع المنتخب، وتفاصيل ايضا مهمة جدا جدا، وكأن الكرة المصرية مكتوب لها بداية الطريق الصحيح. لكن قبل ما نتكلم، عايزين كل اللي بيتابع الفيديو ده يا ريت يعمل لايك، يشير الفيديو، يثبت حضوره بكتابة عاش الزمالك، وما تنساش تعمل متابعة لو اول مرة تتابعنا، ونخش في مواضيعنا على طول علشان ما نطولش عليكم. ايه قصة المترجم محمد مدني الشهير بأستاذ تيتو، والأصدقاء يلقبونه بتيتو الأهلاوي؟ حضرتك أكيد كمشجع زملكاوي طبعا كامل الاحترام، مع إن قلبي والله كامل الاحترام والتقدير لكل اسم هنتكلم عنه، بداية من أستاذ محمد المدني والمتحدث الرسمي للزمالك والمركز الإعلامي في نادي الزمالك، وأيضا إدارة نادي الزمالك بالكامل، وجوميز، علشان ما حدش يبقى زعلان مني. كلكم ليكم الاحترام والتقدير، لكن احنا هنا دورنا بنعلم الناس بالحقيقة، بنعلم الناس بكل التفاصيل علشان الناس تبقى في الصورة وفاهمين المواضيع صح. بس بستأذن الناس وكل اللي بيتفرج، يا ريت كل اللي يكون بيتفرج يكون عامل لايك للفيديو. عايزين نوصل الفيديو لكل الناس، وعايزين حضراتكم يوصل لكم الفيديوهات الجايه عن طريق ان انتوا تعملوا لايك لهذا البث المباشر. معلش بقى نلبس النضاره عشان هنخش في الجد وهنقرا كتير قوي قوي. طيب ايه اللي حصل النهارده الساعه 12 وشويه؟ المركز الاعلامي لنادي الزمالك بعت على الجروب الخاص اللي هو بنتبلغ منه بالاخبار الرسميه من نادي الزمالك ان تم التعاقد مع الاستاذ محمد مدني، اللي هو استاذ تيتو الشهير يعني بتيتو، اللي هو كان مترجم بقى ناس كتير، وكان مترجم في الاهلي وراجل اهلاوي والقصه. طب ايه اللي جاب الراجل ده اصلا؟ عم جوميز كان شغال مع الراجل ده قبل كده في انديه اخرى، وجوميز نفسه صرح عنه تصريحات مش ظريفه من قبل، لكن الموضوع ما كانش خناقه بينهم، ما كانش فيه ازمه، ما كانش فيه مصيبه يعني لا قدر الله بين الاتنين. فالراجل شاف ان ده مصري، وهوب 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 علاقتهم طيبه، فقال الاسم، وهو اللي اختار الاسم. الاداره وافقت لان هي عايزه جوميز واخد راحته ومختار الاسماء اللي هو عايزها، والامور تكون ماشيه على خير وسلام. لغايه هنا مفيش اي مشكله. فالاداره وافقت على هذا الرجل، على الكابتن او الاستاذ محمد مدني المترجم، والاداره خلاص الامور انتهت، احنا وافقنا، الراجل جاب الراجل وطلبوا بالاسم، حاضر العندي قبل العندي. لكن هي سقطه، ولكن مش هنمسك السكينه لبعض، ومش هنقف على واحده لبعض. مش دلوقتي الكلام ده في وقت تاني خالص، في ظروف تانية خالص هنعمل كده، لكن دلوقتي احنا بنبني، فعايزين كل حاجه تتلم تمام. واتمنى جمهور الزمالك كله يبقى فاهم اللي انا بقوله. المهم بعد ما الراجل تعاقد مع الاداره والمركز الاعلامي خرج الخبر، جمهور الزمالك يغضب، صفحات الزمالك تغضب. مفيش واحد زملكاوي النهارده، انا يعني ببقى في اوقات كده ايه بحب اشوف المشهد علشان اقول لحضراتكم الصورة كاملة، ما بحبش اعلق على حاجة مش عارفها او مش شايف تفاصيلها او مش واصل لتفاصيلها. المهم جمهور الزمالك غضب، كل صفحات الزمالك، ازاي واحد اهلاوي ده مش لاعب، ده مش ناصر منسي ولا عبد الله السعيد ولا احمد حمدي لعيب هنجيبه، فلا ده مترجم يعني. ده ممكن شفت بقى بوستات، انا ما بتهمش حد والله، بس ده راجل مترجم ممكن في ثانيه واحده ليله ماتش القمه يروح مدي لك الخطه ومدي كل الحاجات للاهلي، ممكن يبقى بيسرب، ممكن يبقى بيعمل، ممكن يبقى ما بيتمناش الخير، ممكن يترجم غلط، ممكن يدي حاجات غلط. فبعيدا بقى عن القيل والقال، إدارة الزمالك عملت الصح، شافت إن إحنا مش هنكسب عداوة جمهورنا علشان خاطر مترجم، وده الصح. كان ممكن إدارة الزمالك تطرمخ على الموضوع وتنفض، واللي مش عاجبه يشرب من أي كده، لكن التصرف العقلاني إدارة الزمالك
بالتواصل مع الاستاذ احمد سالم المتحدث الاعلامي او الرسمي باسم نادي الزمالك، طلع الراجل وكتب عنده بوست ان الكلام اللي حصل عن تعيينه رسمي غير صحيح، والمعلومه على فكره صحيحه، هم مش بيكذبوا. هقول لحضراتكم ليه. لان العقد كان لسه ما اتمضاش، يعني كان لسه هيقعدوا علشان يمضوا التعاقد بتاعه النهارده بعد التمرين. لكن اللي حصل خلى الموضوع اتأجل، خلى إدارة الزمالك قدمت الشكر والاعتذار للأستاذ محمد مدني، وخلاص جوزيه على فكرة، علشان بس الناس بتقول ان جوزيه جوميز ما طلبش التعاقد مع ميداني. يا جماعه جوزيه جوميز رشح الاسم ده علشان الراجل ده اشتغل معاه قبل كده، دي خدها مني واعتمد، يعني خدها على مسؤوليتي يعني. فالبعض بيحاول يقول احنا مش عايزين نولع الدنيا، مش عايزين نخلق باب للخناقات، فارجوكم اسمعوا الكلمتين اللي بقولهم دول كويس، عشان في ناس بتحب تجود، يلا خناقه، ايه احنا ايه خلصنا يلا خناقه. لا انا مش عايز خناقه دلوقتي خالص ارجوكم يعني، ويا ريت جمهور الزمالك ما يديش فرصه لحد ان هو يعمل كده. فتحسب للاداره، يحسب للاداره تراجعهم السريع بسبب غضب جمهور الزمالك مع مدني علشان اشتغل في الاهلي، وعلشان عن وكيله في مشاكل، الناس مش عارف مالهم مش متقبلينه، عشان ايه الكلام اللي احنا عارفينه ده كله. فالحمد لله الموضوع اتلم، لكن سقطة كبيرة لازم إدارة الزمالك تقف عندها، وهي ان المركز الاعلامي يصرح بحاجه والمتحدث الرسمي يصرح بحاجه، واحنا المفروض ان احنا اللي بناخد الاخبار من عندكم. لكن مش هنقف على الواحده، الحمد لله انها جت في موضوع بسيط، موضوع ما فيهوش كارثه حصلت، موضوع ما فيهوش خناقه حصلت، موضوع ما فيهوش مصيبه حصلت، والحمد لله الموضوع اتلم على الف خير. احنا عايزين نادي الزمالك يكون كله متحد. نفسي اشوف كل المتخانقين متصالحين، نفسي اشوف كل اللي بيضربوا في بعض يبقوا في ظهر بعض. فدي حاجة بصراحة كانت لازم تتقال، وكان لازم احكي لحضراتكم التفاصيل دي بالكامل. طيب كل اللي في الفيديو يلا يعمل لايك يشارك الفيديو، عايزين ال 700 اللي في الفيديو عاملين 700 لايك و700 شير و700 عاشا الزمالك كمان مكتوبة، وتفاصيل بقى كبيرة قوي قوي قوي. حسام حسن ولعها، حسام حسن ولعها. بتقول ايه يا عم ماضي؟ هحكي لك دلوقتي شويه تفاصيل. كابتن حسام حسن يعني بجد هيودي الدنيا في حته حلوه قوي، تمام، في حته حلوه ايه قوي. طيب ايه اللي بيحصل؟ هقول لحضرتك ايه اللي بيحصل. كابتن حسام حسن النهارده طلب اجتماع عاجل مع كافه الانديه في الدوري. ليه يا عم كابتن حسام؟ علشان انا مبدئيا كده انا ما عنديش حاجه ان احنا نبقى بنلعب مزنوقين، ولازم الماتشات واللعيبه لازم ترتاح وتلاحم المواسم. فكابتن حسام اعتقد ان هو هيتكلم في حاجه ليها علاقه باستمرار الدوري العام، اعتقد والله اعلم يعني، ده اعتقاد عشان ما حدش يقولني كلام، لكنه اعتقاد اعتقد سليم يعني. فكابتن حسام من الوارد جدا ان حضرتك تشوف كابتن حسام حسن بيلغي الدوري. وارد. ليه؟ لان كابتن حسام حسن كمان اعتذر عن البطوله الوديه اللي هي هتتلعب في شهر مارس، واللي كان فيها منتخبات كبيره. اعتذر وقال كده نصا انا مش عايز الم شويه دولارات وابقى مش عارف، انا عايز اعمل ماتشات وديه تفيدني بجد، عايز اعمل بدايه تفيدني بجد. فاللي عمله كابتن حسام يعني كبير قوي قوي. اعتقد الاجتماع اللي حاصل اعتقد ان هو هيغير كتير قوي قوي قوي. واعتقد كمان ان كابتن حسام خلاص انتهى زمن المجاملات في المنتخب، انتهى زمن ان حد يبقى جاي علشان خاطر خايفين. لا مفيش حد، خلاص مفيش خوف خلاص، لان الخوف ده وصلنا ان احنا بقينا فاشلين في افريقيا، فاشلين في تأهل لكاس عالم، فاشلين في تأهل حتى لدور الثمانية في افريقيا. اعتقد مفيش مجاملات خلاص. كابتن حسام حسن شغال كويس جدا، وانا متفائل جدا جدا بكابتن حسام حسن. والمفروض يعني بصراحة الواحد يبقى ايه يعني، يبقى شايف حاجات كويسة قوي. طيب في نقطة بقى، كابتن حازم امام حبيبي الغالي، تمام، هو منزل كلام كبير قوي، وكابتن حسام كابتن حازم ليه مشكله كتيره وكبيره، وانا يعني بوصل صوته. طبعا كابتن حازم امام نزل انا عايز اعرف حاجه، هو ده التكريم اللي المفروض الواحد يشوفه بعد العمر اللي عشته جوه نادي الزمالك، اكتر من 28 سنه داخل نادي الزمالك، وفي الاخر اقعد ادور على مستحقاتي سنه واكتر واخد كلمه من ده ووعد من ده؟ ولا عشان عارفين اخري وان انا مش هعمل زي باقي الناس في الموضوع عادي بالنسبه لكم؟ فيا ريت يعني كابتن حازم امام من اهم اللعيبه وكابتن نادي الزمالك السابق المعتزل قريبا، يعني ده اول سنه من غير حازم امام تقريبا.
فاتمنى من قلبي ان موضوع كابتن حازم امام يتحل وينتهي على خير، لان الراجل ده يا جماعه بالنسبه لي من اهم اللعيبه ومن اهم كباتن الزمالك، مش علشان بجامله والله، لكن علشان فعلا حازم امام يستحق انهاء اي مشكله ليه. الراجل بقاله سنة ونص، انا شفت ده من ايام الادارة السابقة مش بس الادارة الحالية، شفت الحاجات دي كتير، وشفت الراجل ده بقاله كتير بيحاول ياخد مستحقاته، رفض يشتكي، جاله محامين وقالوا له اشتكي وهنجيب لك وهنسوي، رفض يعمل كل ده، فده شيء يحسب كبير جدا جدا لحازم امام. فان شاء الله باذن الله كابتن حازم امام اموره تخلص على خير، وبنناشد الاداره ايضا بانهاء ملف حازم امام. طب محمد الاسود الناس اللي بتسال عليه، طيب ثانيه كده، انا عايز 700 اللي في اللايف يا جماعه، عاملين 700 لايك، كله يعمل لايك يا باشا وشير وصلي على نبينا المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. واسمع بقى مني شويه تفاصيل في موضوع الاسود ده انا ما كنتش عايز احكيها. السبب الرئيسي للتراجع عن الاسود هو جوميز رافض ان يكون في اي لعيبه تاني. خد مني الكلام ده، وقلت لك من اول لحظه، الفيديو موجود لو رجعت من ايام هتلاقيني قايل لك كده. لكن السبب التاني ان كان في مبالغ مش مفهومه طالعه في عقد جوميز، وده اللي خلى كابتن حسين لبيب قال شكرا احنا مش هنمشي في الموضوع ده. ليه؟ لان في حاجات حاجات مش مظبوطه كده يعني اتقرت. لكن ده لا يعني ان محمود الاسود مش كان المفروض يجي، لا ده كان لازم يجي، لان الراجل عمل اللي ما يتعملش. الراجل قرر وافق ان هو يتبرع بجزء من مرتبه لمده موسم لنادي الكرامه السوري، وافق ان هو يتنازل عن باقي مستحقاته، وافق ان هو يجي باي طريقه، وافق ان هو ياخد فلوسه بالجنيه المصري، وافق على كل حاجه. فكان لازم بصراحه كنت اشوف اللاعب ده في الزمالك. لكن اي حاجه فيها عمولات، فيها حاجات مش مظبوطه، فيها حاجات عليها علامات استفهام، اعتقد صعب قوي ان احنا نقبلها، واعتقد صعب قوي ان اداره الزمالك حاليا تقبلها. طيب ناخد بقى تعليقات حضراتكم واسئلتكم. نادي الزمالك ايه نجح مجموعه النادي الزمالك؟ مش فاهم يا استاذ يوسف، يا ريت تكتب سؤالك تاني. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم امين عليه افضل الصلاه والسلام يا احمد يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، اللهم امين اللهم امين اللهم امين، اللهم صل على نبينا المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حسن يسري، حبيبي انت اللي حبيبي والله، كفايه انك على اسم قيمه نادي الزمالك الكبيره. حسن يسري، عاش الزمالك النهارده عيد ميلادي، فيش كل سنه وانت طيب. ده اسماعيل ابو عمر، كل سنه وانت طيب يا استاذ اسماعيل، وكلنا بنقول لك كل سنه وانت طيب. يا ريت يا جماعه تقولوا الاستاذ اسماعيل كل سنه وانت طيب وبصحه وسلامه. ناخد شويه كمان، حاضر ناخد شويه كمان من التعليقات. ماشي، انت محترم ماضو، والصوت شغال يا اللي بتقول الصوت. محمد عبد الجواد، لا خلاص بقى موضوع الصوت ده بقينا ايه عندنا مناعه منه. حسن محمد، عاش الزمالك. احمد ميدو، منور يا ماضو، الف شكر لحضرتك. عاش الزمالك عاش الزمالك. فادي عصار، تحياتي ليك. تحياتي من مشجع ليبي، يا ريت التعاقد مع ظهير ايمن فهو نقطه ضعف الفريق، يا ريت تقرا تعليقي. تمام يا استاذ حميده جمعه العوامي، تحياتي ليك. عاش الزمالك. اسلام يسري، تحياتي ليك. ازاي واحد بيشتغل في الاهلي ينقل كل اخبار فريق الكره للاهلي؟ ابو محمد والمهدي، خلاص الموضوع اتقفل يا جماعه، صلوا على النبي، نهدى، حصل خير. نهدى ان شاء الله خير. حبيب قلب اخوك يا بابا المجال، منور الدنيا كلها. شكرا يا استاذ عبده. يا احمد، عاوزين اللاعب السوري، والله كلنا عايزين، بس هنعمل ايه بقى يا استاذ احمد يا علاء؟ نجاح الاداره من نجاح الفريق بالظبط يا ابو وعد، بالظبط. عاش الزمالك. مصطفى ماهر، تحياتي ليك يا استاذ مصطفى. اثبت حضورك يا باشا بكتابة عاش الزمالك، كله يعمل متابعة، وكل اللي بيتفرج حالا يبقى عامل لايك للفيديو، يشير الفيديو في كل مكان. وانت طيب يا نجم، اي خدمة يا عم اسلام، يا رب يكون سنة سعيدة عليك، وانت طيب يا محترم، شكرا ليك. عاش الزمالك. محمد عز، عمرو وليد، تحياتي ليك. موضوع كهرباء، لا موضوع كهرباء محمد يا سالم فيه تفاصيل كتيرة قوي في لايف بالليل، ومفاجآت وانفرادات بالجملة. انتظرونا في لايف بالليل النهارده في موضوع كهرباء. مجدي خطاب، بابا المجال، تحياتي ليك يا استاذ مجدي. تحياتي ليكم جميعا، شكرا جدا جدا لتعليقاتكم ولحسن استماعكم ولدعمكم وكلامكم الطيب دائما. كنت معاكم اخوكم محمد عبد العال او ماضو. اوعى تنسى تعمل متابعه ولايك وشير للفيديو، واثبت حضورك دايما وابدا بكتابه عشا الزمالك. ما تنساش تحط صفحه المفضله، فعل زر الجرس على اليوتيوب، سبسكرايب على اليوتيوب، وهنا فعل افتح كل اشعارات البث المباشر وشغل كل اشعارات اللايف علشان يوصلك الفيديوهات القادمه، عشان النهارده بالليل في فيديو مهم جدا جدا وموضوع كهرباء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.